لأول مرة السعودية تطلق تأشيرة العمل الجديدة للوافدين بدون كفيل أو إقامة. الشروط اللازمة للحصول على التأشيرات المؤقتة من أجل العمل، ومن بينها أنه لابد أن تقدم الشركة التي سوف يعمل بها المقيم نيابة عنه طلب الإقامة، علما بأن هذه الشركة لابد أن تكون في حالة نشاط تجاري وتمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية ثارية المفعول، ويستثنى من ذلك بعض الأنشطة المعينة التي تتطلب وجود سجل تجاري. كذلك تحتاج هذه الشركة إلى أمر هام، وهو أن تكون سمعتها طيبة وخالية من أي ممارسات سلبية، ولا يكون قد تم تسجيل أي شكوى ضدها في نظام حماية الأجور بالمملكة العربية السعودية. وأخيرا أن تلتزم هذه الشركة بالمعايير الخاصة بالمنشآت الخضراء بحد أدنى. على جانب آخر لابد أن يعلم هذا المقيم الذي حصل على تأشيرة العمل أنه غير مسموح له بالبقاء في السعودية في أكثر من 6 أشهر فقط خلال السنة الواحدة، إلا إذا تم تحويل التأشيرة الخاصة بها إلى تأشيرة عمل دائم، ويتم ذلك بناء على مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بالتأشيرات الموسمية والمؤقتة